كل بخير، آمين يا رب. فيديو اليوم راح يكون من أكثر من مقطع. أول شي راح أبدي بكيكة الترلتشة، بس الكيكة الإسفنجية الكلاسيكية، يعني بدون محسن، وكانت ولا أروع. والمقطع الثاني راح يكون عن الترايفل أو تشيز كيك بطريقة مختلفة. وآخر الفيديو الكيكة العادية مع قطع الكيك الجاهزة. أول ما نبدي بمقادير الكيكة الإسفنجية، نخلط 5 بيضات ورشة ملح، أخلطهم وراح أضيف الشكر كوب 1، أظل أخلط إلى أن يتغير لونها، يكون أفتح، يعني يكون لون فاتح، يعني يتضاعف حجم البيض. وأحضر الطحين وأضيف ظرف بيكنج باودر وظرف فانيلا. الطحين 1.5 كوب. أظل أخفق إلى أن يتغير اللون ويتضاعف حجم البيض. ومثل ما قلت لكم الطحين ضفت وياه البيكنج باودر والفانيلا وخلطتهم مع بعض. هسه راح أفرغها بالقالب. وهاي الطريقة مال الزبد والطحين اللي أخلطها سوا بالفيديو السابق سويتها. هنا ممكن انه تشيلوها وتطبوها حتى لا تفلشون القالب. لا الشاكة هذا برجام، ما اقدر استغني عن هاي الفقرة. هسه راح احضر الكريمة. كوب كريمة شانتيه وكوب حليب بارد، اثنيناتهم باردات يكونن. أنا دائما استعمل الكريمة أخليها بالثلاجة. هنا أنا أول ما أطلعها من الفرن أضيف حليب 3 كوب، 3.5 كوب، زائد شكر نص كوب أو حسب الرغبة. أحاول أسوي ثقوب، أضيف الحليب، أظل أخلط إلى أن يتجانس يذوب الشكر قصدي بالحليب. ممكن إنه ما تضيفون شكر، أنا أحبها بدون شكر. هسه أحضر الكراميل، بس مجرد ما أذوب الشكر راح أضيف، بعد ما يذوب الشكر يصير لونه أشقر، راح أضيف نص كوب حليب ويا ملعقتين متوسطة نشا، يا إما كريمة أو هذا. هاي الطريقة هي العادية، هم تصير طيبة ويصير لونها فاتح. فلذلك أنا استغنيت عن الخطوط الكريمية، فاستخدمت كراميل الفاتح اللي هو هذا، واستخدمت الكراميل الجاهز اللي سويت بيه خطوط. هم صار شكلها كلش حلو، وطبعا خاشوقة زبد. هسه بعد ما امتصت كل الحليب وصارت جاهزة انه اضيف عليها الكريمة وازينها.
أحاول أساويها. هي المفروض نقلبها، أغلب الكيكات الترلجة لازم نقلبها على مود تكون عدلة ومتساوية، ومرات إذا أريد أقلبها لازم أسويها بغير قالب، أسويها بالقالب العادي وأخلي ورق زبدة وهاي، فأجي أقلبها أخليها رأسا بالبرجام تكون أفضل، يعني تكون شكلها أحلى. هي ما يتغير طعمها طبعا بس الشكل يكون أرتب وأحلى. هاي الكراميل اللي سويناه اللي جهزناه، والخطوط راح أسويها بالكراميل الجاهز. هنا المتعاكسة الخطوط راح أسويها بأي شي، بعود أسنان أو بالسكينة، هسه مثل ما أنا دا أسوي قلبتها سكينة ودا أسوي الخطوط. هاي الطريقة الاعتيادية لتزيين الدرلجة، يعني أي تغيير بيها تصير غير كيكة. طرية وهشة، الكل يحبها طبعا ودائما نسويها. وممكن انه تحضرون الحليب، يعني كل ما تشوفوها الحليب قليل تضيفوا لها، كل ما يكون الحليب أكثر هي أطيب. هنا هاي التحلاية يعني المميز بيها انه اني خلطت المبروش. هنا هسه الزبد اضيفه، فاضيف المبروش ويا البسكت بس بعد ما احمصه. كلش احبه هذا، يعني طعم خرافي. يعني انه انا ممكن اشرح الطعم ولا اقدر اوصف النكهة، كلش طيب يصير. جربوها وشوفوا الطعم شلون راح يتغير. من يصير أشقر رأسا راح أضيف البسكت المطحون، البسكت العادي مال الشاي راح أخليه أطحنه أو أكسره همات يعني يصير. راح أضيفه فوق المبروش، هيجي صار جاهز. ممكن أخليه قاعدة التشيز كيك أو ممكن أسويه ترايفل مثل ما أنا راح أسويه. ما يحتاج أي إضافات ثانية، هو بس النكهة مال البسكت والمبروش كلش كافية. طبعا آخر الفيديو راح أقرأ كم تعليق، وراح أخلي هاي الفقرة بأغلب الفيديوهات للتعليقات المميزة واللي تعليقات اللي بيها أسئلة مثل ما سويت بالفيديو اللي قبله. هسه التيراميسيو بس بأصابع التيراميسيو اللي بالكاكاو كلش طيبة. هاي اجت بعروض البيم أخذتها 16 ليرة. ولتحضير ظرف الكريمة تيراميسيو راح أضيف كوبين ونص حليب وظرف تيراميسيو. هسه بس أخلط الحليب والتيراميسيو، نضيف علبة لبنة أو كريمة حامضة، أو ممكن الاستغناء عن الاثنين، إضافة هاي يعني حسب الرغبة. أنا أحبها باللبنة، بعد ما أخلطها أضيف علبة لبنة كلش طيبة. وممكن مثل ما سويت بالفيديو السابق، عندي هماتي أنا فيديو عن التيراميسيو، ضفت بس كريمة شانتيه ولبنة
وهم كانت كلش طيبة. هسه هنا بالنسكافيه، النسكافيه تحبون تضيفوا لها شكر أو لا حسب الرغبة. أنا أخليها بدون شكر لأن هاي الأصابع كلش حلوة، وبالإضافة الكريمة هماتينها حلوة فما احتاجيت الشكر. وراح أغطيها بالطبقة الثانية. طبعا أنا من عشاق التيراميسيو وأحب الكاكاو كلش هواي عليها، مليانة كاكاو درستها كاكاو. هي المفروض بالمصفي أخليها. هسه هاي الكيكة كلش طيبة، طبعا أنصحكم تجربوها، كلش طيبة تصير إذا تضيفوا لها نكهة بأي قطع الكيك الجاهزة مثل ما هسه راح أسويها. هنا أنا أول ما أخذ القالب، خصوصا إذا جديد ما مستعمل، أول ما أخذه ما أغسله رأسا، تخلون الزيت، يعني أخلي الزيت على كل الجوانب، فأخليه أعرضه على الحرارة. خليته أنا على جدر كان على النار، فخليته يعني مو حرارة مباشرة، يعني شلون حمام مائي بس أنا خليته على الجدر. هسه هنا أنا بعد ما غسلته ونظفته، وأكيد لازم نغسله وننشفه. وهسه دا أضيف الزيت اللي راح استعمله للكيكة، يعني هذاك أبدا ما نستخدمه، وهاي الطريقة بس أول استخدام للقالب. هاي المقادير مال الكيكة: كوب ونص طحين، ظرف بيكنج باودر وفانيلا، قطعة الكيك الجاهزة موجودة بأي ماركت، 3 بيضات متوسطة الحجم، زيت 3/4 الكوب، وشكر كوب واحد، وحليب نفس قياس الزيت راح أضيفه بالتدريج. هنا 3 بيضات ورشة ملح راح أخلطهم. أقرأ بعض التعليقات المميزة وبعضها بها أسئلة. هنا أنا أول تعليق من قناة عائلة ملك الحبوبة: كل سنة وانتي طيبة يا قمر حبيبتي، تسلميلي وانتي بألف خير يا رب، وينعاد عليكم الشهر الفضيل بالخير والعافية يا رب أجمعين إن شاء الله. طبعا بنفس الوقت الكل المتابعين إن شاء الله كل عام وأنتم بألف خير يا رب، ينعاد عليكم من رمضان كل سنة وكل عام وأنتم بكامل عافيتكم وصحة وسلامة أجمعين يا رب. هنا التعليق من بنت أخوي حبيبتي: غلا الغالين، عاشت إيدك وألف عافية على العجانة حبيبتي غالية عمتي، حبيبة عمتو، تسلمي لي يا وردة، منورتني دائما بوجودك. شكرا حبيبتي. راح أضيف الحليب نصف كمية، وبعدين بعد ما أضيف الطحين راح أضيف الكمية الثانية بالتدريج حسب نوعية الطحين. هنا أنا عندي تعليق كلش حلو: حبيبتي أحلى خبيرة، تسلم إيدك بألف هنا، أختي وحبيبتي ونور عيني من ريحة أختي الغالية أم بشير. حبيبتي تسلمي لي يا وردة،
من قناة مربوحة من مصر. كلش ممنونة من عندك حبيبتي، تسلميلي ومنورتني دائما بوجودك، ويسعدني وجودك دائما. شكرا حبيبتي مرة ثانية. هنا ضفت الطحين بالتدريج، والحليب هماتين، يعني كل ما أشوفها تحتاج حليب أضيف لها بعد ما أضيف الطحين. أنسى بالأوقات إنه نضيف الحليب، إنه بالبداية ويا البيض والزيت والشكر، وبعدين بعد ما نضيف الطحين هماتين، فيصير قوامها هيك مثل الراشي. بالضبط تصير مثل الراشي، يعني تصير كلش ناجحة. يعني نجاح مضمون. وهنا القالب بعد ما حضرته وجهزته راح أضيف نصف كمية الكيكة العجينة يعني، وراح أقطع هاي القطعة مال الكيك أو أطحنها. يعني أنا مرة سويتها مطحونة كلش طيبة كانت. أي نوعية كيك جاهزة. هسه راح أخلي الكمية الباقية من العجين مال الكيك. هنا قناة سلوى بدر حبيبتي منورتني بتعليق كلش حلو، عاشت الأيادي، ألف هنا يا حبيبة قلبي. تسلمي لي حبيبتي، شكرا لمرورك ويسعدني دائما وجودك. هنا بعد ما طلعتها من الفرن طبعا ريحتها كلش طيبة. طبعا دائما أغطيها لازم على مود بسرعة تطلع من القالب. بعد ما بردت راح أقلبها، طبعا ولا شي لزق بالقالب مثل ما تشوفوها. هاي الطريقة دائما أعتمدها بس للجرانيت. أول ما أخذه أدهنه بالزيت مثل ما شفتوا الطريقة، وبعدين أخليه، حتى إذا أخليه يوم كامل مثلا منا ثاني يوم أخليه الزيت بيه بدون ما أغسله قبل أي غسل، وبعدين أغسله وأنشفه وأخليه الزيت الاعتيادي أو راشي أو أي شي ممكن إنه أني أخليه أستعمله على مود ما تلزق الكيكة. وأكو تعليقات كلش حلوة، تعليق من كريستينا ولينا، عندها قناة كلش حلوة، قناتها عبارة عن روتينات وطبخات كلش حلوة مال المناسبات، طبخ كبسة، روتين أول يوم رمضان، روتين ثاني يوم رمضان، يعني كلش حلوة قناتها. وهماتنا معلقت لي تعليق كلش حلو. شكرا حبيبتي كريستينا ولينا، شكرا لمرورك ويسعدني وجودك. ومن التعليقات الحلوة اللي عجبتني من قناة مطبخ أم جهاد، كان تعليقها كلش حلو. شكرا حبيبتي، كلش ذوق. هنا هذا طحين الكيك الجاهز هسه موجود بالعروض مال بيم، هماتين 101 أعتقد، والمقرس هماتين موجود. بس بس الطحين والبيكنج باودر والمحسن، ما بيه شكر
يعني بدون شكر. احنا اللي نضيف الشكر. اول شي هنا الشكر والزبد ظليت اخلط بيهم الى ان يتجانسون او يصير شكلها مثل الكريمي، واضيف البيض واحدة واحدة، وبعدين الطحين والحليب والزيت بالتناوب. طبعا كلش طيبة وبيها نكهات هواي متعددة، اكو السادة واكو بالكاكاو واكو بالليمون. هذا قوامها كلش زين، يعني تصير مثل الكيكة الاسفنجية. طبعا دائما اتأكد من الجوانب قبل ما اقلبها. جدا ممتازة وريحتها كلش طيبة. دائما أشكركم على التعليقات الحلوة اللي تشجعني واللي تخليني أستمر. كلش ممنونة من عندكم. طبعا أغلب الكيكات اللي من هذا النوع تكون جدا مناسبة للتغليف، يعني ويا الكريمة والتزيين يعني بصورة عامة. وبالنسبة للكيك الاسفنجي اللي بالمحسن، طبعا مقاديره يعني لازم تكون ما بها أي إضافة. المقادير هي 5 بيضات، خاشوقة واحدة محسن، نص جلاس مي، والشكر كوب، والطحين من كوب ونص إلى كوبين. هاي المقادير لهذا القياس، قياس 30 ب20. هسه راح أقطعها، أسويها مدورة، وراح أغلفها بالصورة. هاي أخذتها بيوم الفوز مال العراق مال خليجي 25. طبعا هاي ممكن انه تفصلون عليها اي مستلزمات مال كيك، وهاي ممكن يسويها اي صورة تقدرون تحطوها. هي عند زيت اللي هي على الواتساب سوالي اياها، ورحت اخذتها من مستلزمات آلة. هسه راح اقصها واخليها على الكيكة. طبعا ألف مبروك منتخبنا، كلش فرحنا بوقتها ويستاهلون كل الخير إن شاء الله يا رب، من نجاح إلى نجاح. وطبعا من التعليقات الحلوة وجدا جدا يسعدني لما أقراها من بنت أختي اللولة حبيبتي، دائما دائما ذواقة وتختار الكلمات والعبارات الحلوة، وكلش يسعدني من أقرأ تعليقاتها. يا رب يسعدك إن شاء الله وأشوفك أسعد الناس حبيبتي، تسلمي لي. وألف مبروك البنوتة الصغيرة حبيبتي، إن شاء الله يا رب تتربى بعزكم. وبالنسبة لفقرة قراءة التعليقات اللي بالفيديو ما راح أذكرها بالعنوان حتى أشوف إذا تشوفون فيديوهاتي لو لا، لأن أغلب التعليقات بس مجرد يعلقون وماكو مشاهدات هواي. وبالنسبة لي أشكركم بكل الأحوال. إذا شفتوا الفيديو أو ما شفتوا الفيديو هذا الشي راجع لكم. وهنا كل ما أريد أصور القهوة لازم تنكب، انكبت وخربت أم الرومانسية. شكرا للمتابعة ومع ألف سلامة.